بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة عندنا حصة شرح من فيزياء المنهج السعودي. طب تمام، هنشرح كده جزء صغير عن درس الانعكاس الكلي. إيه هو بقى الانعكاس الكلي؟ الانعكاس الكلي ده يا جماعة هو خاصية من خصائص الضوء، زي خاصية الانعكاس، زي خاصية الانكسار، زي خاصية الانتشار، زي خاصية التداخل والحيول. في عندنا خاصية اسمها الانعكاس الكلي. خاصية الانعكاس الكلي ده اهي معتمدة على حاجتين: معتمد على الانعكاس العادي، ومعتمد على خاصية الانكسار. فعشان احنا نفهم الانعكاس الكلي هنقف وقفه بسيطه نشرح فيها الانعكاس العادي. ايه هو بقى في الانعكاس العادي؟ هنقول كده حاجه بسيطه. الانعكاس العادي عشان يحصل انعكاس اول حاجه لازم يكون في عندي نوع سطح عاكس. ده السطح العاكس اللي قدام اهو، اللي هو المرايه. ده السطح العاكس. افترضنا لو انا في عندي شعاع ضوئي سقط. انا الشعاع الضوئي سقط. الشعاع الضوئي ده لما بيسقط على السطح العاكس لازم احنا يكون في عندنا حاجه اسمها العمود المقام. العمود المقام على السطح العاكس. ادي العمود المقام على السطح العاكس. يبقى انا دلوقتي انا عندي ايه؟ عندي في السطح العاكس نفسه اللي هو المرايه، وفي عندي الشعاع الضوئي الساقط، وفي عندي العمود المقام. طب تمام، في هنا عندنا حاجه كنا بناخدها اسمها زاويه السقوط. ادي زاويه السقوط اسمها فاي. طب ايه اللي بيحصل؟ انا عندي لو في شعاع ضوئي سقط بزاويه سقوط فاي، الشعاع الضوئي ده لما بيسقط على سطح عاكس بيقوم راح معكوس. طب لا، بينعكس بايه؟ قلنا بينعكس بزاويه انعكاس وليكن اسمها زاويه انعكاس سيتا. طب جميل. بنلاحظ ايه بقى في قانون الانعكاس؟ بنلاحظ هنا قانون الانعكاس له قانونين. في قانون انا مش محتاجه النهارده، وفي القانون اللي انا محتاجه النهارده، ان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس. وده اول جزئيه انا محتاجها. يبقى في الانعكاس العادي زاويه السقوط بتساوي زاويه مين؟ الانعكاس. طب تمام. طب رقم اتنين، انا عندي خاصيه الانكسار. طب ايه هي بقى خاصيه الانكسار؟ خاصيه الانكسار، اول حاجه الانكسار ده ما بيحصلش الا لما يكون في عندي وسطين شفافين الاتنين بيكونوا مختلفين عن بعض في الكثافه الضوئيه. زي مين؟ زي الهواء والميه، الهواء والزجاج، الميه والزجاج، الهواء والماس. المهم يكونوا الوسطين دول يكونوا شفافين. طب تمام، ومختلفين عن حاجه عن بعض في حاجه اسمها الكثافه الضوئيه. جميل. فاحنا افترضنا لو انا في عندي الوسط الاولاني اللي فوق ده اهو، اللي هو الهواء، واحنا عارفين ان الهواء ده اقل كثافه ضوئيه من اللي فات من درس الانكسار. طب تمام، وفي عندي تحت ان هو ليكن الماء، وفي عندي ان اهو في السطح الفاصل. ده السطح الفاصل ما بين الهواء والماء. وافترضنا لو في شعاع ضوئي سقط. جميل. سقط منين؟ سقط من الهواء للماء، يعني من وسط اقل كثافة ضوئية الى الماء اللي هو وسط يعتبر اكبر كثافة ضوئية. الشعاع الضوئي لما بيسقط اول حاجة احنا هنعملها نقوم رايحين عاملين العمود المقام، بس المرة دي العمود المقام على السطح الفاصل وليس السطح العاكس. السطح العاكس ده في الانعكاس هنا في الجهه اليمين دي. هنا الشعاع الضوئي اللي هو سقط بزاويه سقوط اسمها فاي. الشعاع الضوئي دوت احنا كنا اتفقنا ان في جزء منه بينعكس، وفي جزء بيمتص، وفي جزء بينكسر. سيبنا من النهارده من الجزء اللي انعكس، وسيبنا من الجزء اللي امتص. احنا كل تركيزنا في مين؟ في الجزء اللي انكسر. كنا احنا قلنا لو في شعاع ضوئي انتقل من وسط اقل كثافه ضوئيه الى وسط اكبر كثافه ضوئيه، الشعاع الضوئي ده لما بينكسر بيقوم راح منكسر مقترب من العمود بزاويه انكسار وليكن سيتا. ساعتها بلاحظ ان زاويه السقوط فاي بتكون اكبر من زاويه الانكسار سيتا. بس ده امتى؟ ده إيه؟ نقول الكلام ده امتى؟ لو الشعاع الضوئي انتقل من وسط اقل كثافه ضوئيه الى وسط اخر بيكون اكبر كثافه ضوئيه. جميل. ديت مين؟ دي الحاله الاولى. طب الحاله الثانيه، افترضنا لو الشعاع الضوئي نفس الشعاع الضوئي راح انتقل بس من وسط الماء وليكن الى الهواء. طب ايه اللي حصل في الفرق؟ الفرق ان الماء ده بيكون اكبر كثافه ضوئيه، طب والهواء بيكون اقل كثافه ضوئيه. فالشعاع الضوئي لما بينتقل من الماء للهواء ادي الشعاع الضوئي الساقط، هنقوم رايحين عاملين العمود المقام على السطح الفاصل، وانتقل بزاويه سقوط فاي. ايه اللي بيحصل؟ طالما انتقل من وسط اكبر كثافه ضوئيه الى وسط اقل كثافه ضوئيه، الشعاع الضوئي بينكسر مبتعد عن العمود، فبينكسر مبتعد عن العمود بزاويه انكسار وليكن سيتا. بلاحظ ايه بقى في الحاله ديت؟ بلاحظ ان زاويه الانكسار سيتا بتكون اكبر من زاويه السقوط فاي. ليه؟ لان الشعاع الضوئي انكسر مبتعد عن مين؟ عن العمود. يبقى امتى الشعاع الضوئي بينكسر مبتعد عن العمود؟ وده اللي انا محتاجه النهارده. الشعاع الضوئي بينكسر مبتعد عن العمود عندما ينتقل الشعاع الضوئي من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية، إلى وسط آخر أقل كثافة ضوئية. طب تمام.
نكمل بقى النهارده او ندخل على جزء النهارده. جزء النهارده بناخد درس اسمه الانعكاس الكلي. بناخد درس اسمه الانعكاس الكلي. ايه هو بقى الانعكاس الكلي؟ بصوا كده يا جماعه، هنعمل تجربه بسيطه. ايه هي التجربه البسيطه؟ انا اتخيل قدامنا ده اهو، كده اهو، لو فوق قدامي سطح فاصل. ادي السطح الفاصل، والسطح الفاصل ده اهو ما بين وسطين. الوسط الاولاني اللي تحت وليكن الميه، والوسط الثاني وليكن الهواء. ايه اللي بيميز الميه عن الهواء؟ الميه دي بيكون وسط اكبر كثافه ضوئيه، طب الهواء بيكون وسط اقل كثافه ضوئيه. وافترضنا كده قمت راح مسكت شعاع ضوئي من اهو، من الوسط الاكبر كثافه ضوئيه اللي هو الميه الى الوسط الاقل كثافه ضوئيه اللي هو الهواء. طب الشعاع الضوئي ممكن يسقط ازاي؟ هقول لك. افترضنا لو الشعاع الضوئي ده راح سقط، او جيت اسقط الشعاع الضوئي ده، قام جاي راح مسكت الشعاع الضوئي ده اهو، قمت راح مسكته عمودي. يعني اسقطت شعاع ضوئي، ادي الكشاف اهو من تحت، وقمت راح مسكت شعاع ضوئي عمودي. نعتذر عن الرسم، بس المهم لو جت اسقطت شعاع ضوئي عمودي، ايه اللي يحصل لو انا اسقطت الشعاع الضوئي عمودي؟ الشعاع الضوئي لما بيسقط عمودي ما بيتكسرش. طب ايه اللي بيحصل؟ بيقوم راح بينفذ على استقامته. ساعتها في المنطقه ده اهي بيكون في عندك زاويه السقوط فاي بتساوي صفر، وزاويه الانكسار سيتا بتساوي صفر، لانه سقط عمودي، ابتدى على استقامته. طب تمام، دي الخطوه الاولى او الحاله الاولى. الحاله الثانيه، لو انا قمت راح مميل الكشاف شويه او الضوء شويه، فلو ميلت الضوء شويه الشعاع الضوئي هيسقط كده. الشعاع الضوئي لما هيسقط كده هقوم راح اعمل العمود المقام، هنشئ العمود المقام. طب في الحاله ديت هيبقى في عندي زاويه السقوط فاي، وهيكون في عندي في الحاله ديت، هل زاويه السقوط فاي بصفر؟ لا، ده بقت بزاويه. فبقى عندي زاويه سقوط. ايه اللي يحصل للشعاع الضوئي؟ بينتقل هو من وسط اكبر كثافه ضوئيه لوسط اقل كثافه ضوئيه، وده اللي انا شرحته. لما الشعاع الضوئي بينتقل من وسط اكبر كثافه ضوئيه لوسط اقل كثافه ضوئيه، ايه اللي بيحصل للشعاع الضوئي؟ بينكسر، بس بينكسر مبتعد عن العمود. لما بينكسر مبتعد عن العمود بتبقى ساعتها زاويه الانكسار سيتا. طب جميل. طب دي الحاله الثانيه. طب ايه هي الحاله الثالثه؟ الحاله الثالثه هنروح نجرب ان احنا نزود زاويه السقوط. ازاي؟ يعني هميل الشعاع الضوئي اكتر، واقوم راح مميل كده اكتر. ايه اللي هيحصل؟ جم يلاحظوا او جم يشوفوا ايه اللي هيحصل لما قام راح جاي مزود زاويه السقوط عن الفاي اللي هي دي بص، لقى ان الشعاع الضوئي المفروض بينكسر مقترب عن العمود اكتر، مبتعد عن العمود اكتر. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان كل ما بتزيد زاويه السقوط زاويه الانكسار بتزيد. فبالتالي انا هنا زودت زاويه السقوط اكتر من هنا، فساعتها زاويه الانكسار هتزيد اكتر. فلما هتزيد اكتر هيبتعد عن العمود اكتر. قربت اوصل للي انا عاوزه. طب الخطوه اللي جايه، لاحظ بقى معايا الخطوه اللي جايه. لما تلاحظ معايا الخطوه اللي جايه، هروح ازود زاويه السقوط اكتر. فلما هزود زاويه السقوط اكتر، في الحاله دي زاويه الانكسار هتزيد. طب زاويه الانكسار هتزيد هتروح فين بقى؟ اول حاجه انا هعمل عمود المقام اهو. زاويه الانكسار هتزيد لغايه ما جيت ابص لقيت ان الشعاع الضوئي ده خرج مماس للسطح الفاصل ما بين الوسطين. معنى ان هو خرج مماس للسطح الفاصل ما بين الوسطين يعني خرج بزاويه انكسار دهيت. طب زاويه الانكسار دي بكام درجه؟ ده ب 90 درجه. طب تمام، ساعتها بقى زاويه السقوط ده اهي ما سموهاش زاويه سقوط عاديه. طب اسمها ايه؟ سموها الزاويه الحرجه. يبقى ايه هو تعريف الزاويه الحرجه؟ سهله خالص، عرفها من المنظر اللي انت شايفه قدامك. طب انا شايف ايه قدامي؟ ان زاويه الحرجه ده اهي هي زاويه سقوط الشعاع الضوئي. ايوه، زاويه سقوط قدامها اهي. في الوسط الاقل كثافه ضوئيه ولا في الوسط الاكبر كثافه ضوئيه؟ في الوسط الاكبر كثافه ضوئيه. يبقى هي زاويه سقوط الشعاع الضوئي في الوسط الاكبر كثافه ضوئيه، والتي عندها يخرج الشعاع الضوئي مماس للسطح الفاصل ما بين الوسطين، او التي عندها ينكسر الشعاع الضوئي بزاويه انكسار 90 درجه. بس الاحسن تعرفها، نركز اهو، هو زاويه سقوط الشعاع الضوئي اهو في الوسط الأكبر كثافة ضوئية، والتي عندها الشعاع الضوئي يخرج ممس للسطح الفاصل ما بين وسطين. هو ده يا جماعة تعريف الزاوية الحرجة. طب تمام. طب ايه الخطوة اللي جاية؟ الخطوة اللي جاية لما قاموا رايحين جايين مزودين زاوية السقوط بحيث تكون أكبر من الزاوية الحرجة أهي. زود زاوية السقوط أكتر بحيث إن تكون أكبر من الزاوية الحرجة. جه بص، دي زاوية سقوط جديد. زاوية السقوط ده بقى أكبر من الزاوية الحرجة. إيه اللي حصل؟ الشعاع الضوئي هيتكسر. طب هيتكسر هيروح فين؟ ما هو اخر حاجه خرج مماس. يبقى في الحاله دي الشعاع الضوئي ما اتكسرش. طب ايه اللي حصل للشعاع الضوئي؟ الشعاع الضوئي قام حاصل له انعكاس كلي.
طب من حصل انعكاس كلي بزاويه انعكاس اسمها فاي قد زاويه السقوط ده اهي، اللي هي كانت اكبر من الزاويه الحرجه. يبقى انا دلوقتي عندي تعريف الانعكاس الكلي. ايه هو بقى تعريف الانعكاس الكلي؟ هو ارتداد الاشعه الضوئيه في نفس الوسط الاقل كثافه ضوئيه ولا الوسط الاكبر كثافه ضوئيه. هو ارتداد الاشعه الضوئيه في الوسط الاكبر كثافه ضوئيه عندما كانت زاويه السقوط اقل من الزاويه الحرجه ولا قد الزاويه الحرجه ولا اكبر من الزاويه الحرجه. اكبر من الزاويه الحرجه. يبقى في الحالة ديت أنا عندي النهاردة تعريفين. أول حاجة عرف لي الزاوية الحرجة. إيه هو تعريف الزاوية الحرجة؟ تعريف الزاوية الحرجة والله هي زاوية سقوط الشعاع الضوئي في الوسط الأكبر كثافة ضوئية. طب تمام، عندها إيه بقى؟ والتي عندها الشعاع الضوئي يخرج ممس للسطح الفاصل بين الوسطين، او التي عندها شعاع الضوء يخرج منكسر بزاويه 90 درجه. دي تعريف الزاويه الحرجه. طب رقم اتنين، عرف لي الانعكاس الكلي. الانعكاس الكلي تعريفه هو ارتداد الاشعه الضوئيه في نفس الوسط الاكبر كثافه ضوئيه عندما تكون زاويه السقوط اكبر من الزاويه من الحرجه. جميل قوي. طب لو انا عاوز اجيب قانون الزاويه الحرجه، سهل. انا عندي شعاع ضوء يا جماعه لما بيجي ينتقل من وسط لوسط تاني بنقول اهو انتقل من الوسط الاول للوسط التاني. الوسط الاول اللي كان الميه والوسط التاني اللي كان الهواء. فالشعاع الضوئي لما بينتقل من الوسط الاول للوسط التاني كنا بنقول ان 2 على ان 1 بتساوي ساين فاي على ساين سيتا، اللي جبنا منها قانون مهم جدا عندنا في المنهج، قانون اسمه قانون سنيل. طب قانون سنيل ده بيقول ايه؟ حاصل ضرب طرفين في وسطين، بيقول لك اللي ان 1 ساين فاي بتساوي ان 2 ساين سيتا. جميل. ان 1 ساين فاي بيساوي ان 2 ساين ايه؟ سيتا. طب تمام. طب تعالى بقى طبق لي القانون ده اهو. القانون ده مش هيتطبق الا في الحالات اللي في الاول سواء ديت، بس هو طبعا مش هيتطبق هنا لان زاويه السقوط والانكسار بصفر، لكن هيتطبق هنا وهيتطبق هنا وهيتطبق هنا، لكن مش هيتطبق هنا. طب هنا هنطبق مين؟ طبقنا قانون الانعكاس. الدليل ان احنا قلنا ان زاويه السقوط اكبر من الزاويه الحركه كانت فاي، ساعتها زاويه الانعكاس في حاله الانعكاس الكلي كانت برضه فاي. طب انا عاوز اطبق قانون سنيل اللي عند المنطقه ده. سهل. ان 1 دي الان بتاع الوسط الكبير. ايوه، ما هو الوسط الكبير دي اللي هو مين؟ الميه. طب تمام. ساين فاي. جميل. ساين فاي. فاي اللي هي زاويه السقوط. فاي اللي هي كانت زاويه مين؟ السقوط، اللي هي كانت الفاي سي. يبقى ان ساين فاي سي بتساوي ان 2 اللي هو الهواء. طب واحنا عارفين ان الهواء بكام؟ طب ان الهواء بواحد. طب تمام. ساين سيتا هي زاويه الانكسار كانت بكام؟ مش هو كان خرج ممس؟ جميل. يبقى زاويه الانكسار ب 90 درجه، يبقى ساين 90. يبقى في الحاله ديت هنعمل ايه بقى؟ يبقى ساين 90 بواحد، وواحد في واحد، يبقى الساين فاي سي اللي هو ساين الزاويه الحرجه بتساوي ديت كلها بواحد، واحد على ان الوسط الكبير. يبقى عشان كده لو انا عاوز اتكلم عن ساين الزاويه الحرجه بتساوي واحد على ان الوسط الكبير. طب مين الواحد دوت؟ ده معامل انكسار الهواء اللي احنا اتفقنا كان بكام؟ كان بواحد. يعني انت عشان تجيب ساين الزاويه الحرجه، عشان اجيب ساين الزاويه الحرجه بتساوي ان الوسط القليل على ان الوسط الكبير. وعلى فكره لازم عشان اجيب ساين الزاويه الحرجه اقول ان الوسط القليل على ان الوسط الكبير، لان لما اقسم ان الوسط القليل على ان الوسط الكبير هيطلع نسبه اقل من الواحد. واحنا عارفين ان ساين الزاويه الحرجه بتتراوح من سالب واحد لواحد. لو انا اخطات وقمت رايح قايل ان ساين فاي سي بتساوي ان بتاع الوسط الكبير على ان الوسط القليل، فده خطأ، وخطأ كبير جدا، لان ساعتها الناتج ده هيطلع اكبر من الواحد. ساعتها لو جيت تحسب الزاويه الحرجه على الاله الحاسبه هيديك ماس ايرور. ليه؟ لان مفيش زاويه في الدنيا لو جيت اجيب الساين بتاعتها تطلع اكتر من الواحد. ولو انا جت هنا في الحاله دي قسمت ان الكبير على ان القليل النسبه هتطلع اكبر من الواحد، وده خطأ علمي. خطأ علمي لان لو النسبه طلعت اكبر من الواحد مش هيدي زاويه، لان مفيش زاويه في الدنيا الساين بتاعتها تطلع اكبر من الواحد.
جميل، دي جزء كالرياضه احنا كنا بنقوله. طب تمام، نرجع بقى نكمل. ايه هو تطبيقات الانعكاس الكلي؟ والله تطبيقات الانعكاس الكلي حاجتين. رقم واحد، في عندنا التطبيق الاول حاجه اسمها الليفه الضوئيه. طب ايه هي الليفه الضوئيه؟ الليفه الضوئيه دي لو جينا نتكلم عنها، الليفه الضوئيه ديت هي عباره عن قضيب اسطواني مصمت من ماده شفافه زي الماده اللي قدامي دي كده. جميل، معامل انكسار مادتها قليل، ودي حركه. معامل انكسار مادتها كبير، معذره يا جماعه، معامل انكسار مادتها كبير. طب ليه معامل انكسار مادتها كبير؟ علشان لو انا جيت اجيب الزاويه الحرجه ساين فاي سي بتساوي 1 على الان، فمعامل انكسار مادتها كبير، الان دي بتكون كبير، ساعتها الزاويه الحرجه بتكون صغيره. طب انا عايز الزاويه الحرجه تكون صغيره، ايوه. ليه؟ ما هو الزاويه الحرجه بتاعت الليفه الضوئيه ديت انا عايزها تكون صغيره، تبقى حوالي 5 درجات. ليه؟ عشان لو انا جيت اسقط شعاع ضوئي باي زاويه اكتر من ال5 درجات يحصل انعكاس كلي، فيبقى سهل ان انا اعمل انعكاس كلي. طب لو انا دلوقتي رحت اخترت معامل انكسار مادتها قليل، ساعتها الزاويه الحرجه بتاعتها هتبقى كبيره، وليكن حوالي 85 درجه. ساعتها عشان اعمل انعكاس كلي يبقى انا في الحاله دي هكون مجبر ان اسقط الشعاع الضوئي بزاويه تكون من 85 لما قبل ال 90، فهكون الموضوع هيكون صعب عليا، هيكون ضيق عليا، هكون انا مربوط بزوايا معينه. ففي الحاله دي الافضل ان يكون معامل انكسار مادتها كبير، الزاويه الحركه تبقى صغيره، تبقى حوالي 5 درجات. في الحاله دي يبقى قدام المجال مفتوح ان انا اعمل انعكاس كلي بان انا اسقط الشعاع الضوئي باي زاويه ما بين ال5 لل90. جميل، ايه هو اهميه الليفه الضوئيه؟ والله الليفه الضوئيه اللي عندي ديت، وليكن لو هي فعلا معامل انكسار مادتها كبير والزاويه الحرجه بتاعتها صغيره، وافترضنا ان الزاويه الحرجه بتاعتها الصغيره ديت وليكن 5 درجات، ساعتها لو انا اسقطت شعاع ضوئي باي زاويه سقوط اكبر من ال5 درجات وليكن 10 درجات، ايه اللي هيحصل؟ لو انا اسقطت بزاويه 10 درجات، دي زاويه اكبر من الزاويه الحرج، وبينتقل عمر الشعاع الضوئي من وسط اكبر كثافه اللي هو ماده الليفه للهواء. في الحاله ديت هيحصل انعكاس كلي بزاويه 10 درجات. هتيجي هنا ديت هتبقى 10 درجات، ده عمود وده عمود وده قاطع لهم، فبقى عندي حرف زد، فيسقط هنا ب 10 درجات، زاويه اكبر من الزاويه الحرجه يحصل له انعكاس كلي. يجي هنا يسقط ب 10 درجات يحصل له انعكاس كلي لحد ما يخرج من الطرف الاخر. جميل. طب انا استفدت ايه من الليفه الضوئيه؟ والله استفدت من الليفه الضوئيه رقم واحد ان انا اقول ممكن تستخدم في توصيل الضوء الى الاماكن التي يصعب الوصول اليها، ودي استخدموها في الحرب العالميه. في الحرب العالميه مثلا لما كان في دوله بتحاول تخترق دوله عن طريق الخنادق اللي بتكون موجوده تحت الارض. طب تمام، طب عملوها ازاي ديت؟ ايامها بقى ما كانش فيه كشافات، او كان الكشافات اللي كانت موجوده كانت البطاريه بتاعتها كانت ضعيفه، ما تقدرش تمشيهم ايام تحت الارض في الخنادق. طب في الحاله ديت استخدموا ليفه ضوئيه كبيره كده زي مثلا الخرطوم بتاع المياه، وقاموا رايحين ماسكين الطرف الاول بتاع الليفه الضوئيه، والطرف الثاني بتاع الليفه الضوئيه دي موجود مع شخص على سطح الارض من فوق، والراجل اللي تحت ماسك الطرف ده وماشي بيه تحت الارض. الراجل اللي فوق ده دوره، الراجل اللي فوق ده دوره ان هو بيسلط الضوء بزاويه تكون اكبر من الزاويه الحرجه، بيسلط الضوء بزاويه بتكون اكبر من الزاويه من الحرجه. في الحاله دي بيحصل انعكاسات كليه، انعكاسات كليه، انعكاسات كليه، لغايه ما الضوء بيخرج من الطرف الاخر للطرف اللي الراجل اللي ماشي في الخندق تحت الارض ماسكه بايده، فبالتالي هو بيضيء المكان عن طريق الطرف ده. وفي الحالة ديت كل ما الكشاف يحاول ينتهي أو كل ما طاقته تنتهي يستبدله بكشاف تاني عما يشحن الكشاف الأولاني. الموضوع سهل خالص، عن لو كانوا خدوا الكشافين تحت الأرض ما كانوش هيقدروا يشحنوهم، لأن ما فيش أكيد كهرباء تحت الأرض أيامها. يبقى تستخدم في توصيل الضوء إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها. رقم اتنين قال لك كانت بتستخدم في حاجة اسمها المناظير الطبية. المنظار الطبي، المنظار الطبي دوت بيستخدم في ايه بقى؟ افترضنا مثلا لو في حد معين عنده قرحه في المعده، عافاكم الله. طب تمام، لو احنا مثلا حد عنده قرحه في المعده وفي الدكتور مش قادر او الطبيب مش قادر يوصل للقرحه او مش قادر يشوفها وعاوز يصور المكان، طب في الحاله دي بيقوم راح جاب ليفه ضوئيه بتكون رفيعه جدا، ويحاول يدخلها من فم المريض، يدخلها من فم المريض، ومن الطرف الثاني بتاع الليفه الضوئيه بيبدا يسلط الضوء لغايه ما يصور بطن المريض من الداخل ويقدر يشوف ايه اللي هو الشخص مصاب بيه. يبقى دي حاجه اسمها المنظار، بتستخدم في المناظير الطبيه. فكرتها هي نفس فكره عمل الليفه الضوئيه اللي هي قايمه برضه على مين؟ قايمه على الانعكاس الكلي. تاني تطبيق، ده كان التطبيق الاولاني.
تاني تطبيق عندنا في الانعكاس الكلي تطبيق مهم جدا، حاجة اسمها السراب الصحراوي. السراب الصحراوي، ايه هو السراب الصحراوي؟ السراب الصحراوي ده يا جماعة احنا ما بنقدرش نشوفه الا في الايام شديدة الحرارة، لما يكون الجو حر جدا الساعة 1 الظهر او 2 الظهر، على الطريق اللي بيكون فيه اسفلت. تيجي وانت سايق العربية كده او انت راكب اي عربية او اي سيارة، تيجي تبص في اخر الطريق تلاقي ايه؟ تلاقي في ميه موجوده في اخر الطريق. طب الميه اللي موجوده في اخر الطريق، انت تيجي كل ما تيجي تقرب من الميه، الميه تختفي وتلاقي الميه بعدت اكتر. جميل. دي فين؟ في الاماكن اللي بيكون فيها اسفلت. طب في الصحراء، في الصحراء بتشوف صوره النخل مقلوبه. طب تمام، بتشوف صوره النخل مقلوبه. وعلى فكره ظاهره السراب الصحراوي دي ظاهره مذكوره في القران في سوره النور، في القرآن الكريم، وكان في الآية بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ودي معنى الآية الكريمة، إن الذين كفروا بيشوفوا أعمالهم يوم القيامة زي الراجل اللي عطشان بالظبط لما بيشوف المية. الراجل العطشان لما بيشوف زي الراجل العطشان بالظبط زي ما بيشوف السراب، يفضل يجري. ما هو بيشوف السراب عطشان عايز يشرب، يجي يجري ورا السراب، يجي يجري ورا السراب ما يلاقيش حاجه. بالتالي الذين كفروا بيشوفوا اعمالهم كده، بيمشوا ورا اعمالهم يوم القيامه ما بتفيدهمش باي حاجه. فظاهره السراب الصحراوي احنا عشان نشوفها لازم نكون احنا عارفين معلومه مهمه جدا. بصوا يا جماعه، الهواء البارد ده بيكون كثافته عاليه. الدليل ان التكييف دايما بيكون موجود فوق في اعلى مكان في الغرفه. ليه؟ لان بينزل هواء بارد، والهواء البارد كثافته عاليه بينزل لتحت، عن عكس الدفايه ده بتطلع هواء ساخن. الهواء الساخن ده بيكون كثافته قليله فبيرتفع لاعلى. يبقى الهواء البارد مكانه بيكون تحت، لكن الهواء الساخن مكانه بيكون ايه؟ فوق. النهارده احنا عندنا العكس. العكس ازاي؟ بصوا يا جماعه، طبقات الهواء بتكون موجوده اهي. دي طبقات الهواء موجوده، وده الاسفلت اهو. الاسفلت ده ساخن جدا. طب ايه اللي بيحصل؟ احنا عندنا الهواء البارد بيكون فوق. الهواء البارد لما بيكون فوق كثافته بتكون كبيره، فلما كثافته بتزيد بينزل لتحت. بينزل لتحت، ينزل لتحت من للهواء الساخن، او مش للهواء الساخن، بينزل لتحت الاسفلت، تقوم راح مسخنه. فلما بيسخنه بيقوم راح مقلل كثافته، يقوم راح مرتفع لاعلى. فلما يرتفع لاعلى يطلع فوق يبرد. فلما يبرد كثافته تزيد ينزل لتحت يسخن، فلما يسخن يطلع فوق يبرد. يبقى في الاخر هيبرد فوق لكن هيسخن تحت. تمام؟ مهمه الحته دي. يبقى الهواء البارد بيكون موجود فوق، طب والهواء الساخن بيكون موجود فين؟ تحت. هنا بقى في مين؟ دي صوره النخله، او النخله اللي احنا بنشوفها مقلوبه. ده النخل اهو. النخل ده الضوء بيسقط عليه، ضوء الشمس بيسقط عليه اهو. فضوء الشمس لما بيسقط على النخل، ايه اللي بيحصل؟ الضوء لما بيسقط على النخل بيرتد من النخل. فلما بيرتد من النخل فهيمتد من طبقه لطبقه. فالطبقه اللي فوق بتكون بارده والطبقه اللي تحت بتكون ساخنه. البارد بيكون اعلى كثافه ضوئيه والساخن بيكون اقل كثافه ضوئيه. فالشعاع الضوئي لما يجي ينتقل من هواء بارد اكبر كثافه ضوئيه لهواء ساخن اقل كثافه ضوئيه، اللي يحصل الشعاع الضوئي هينكسر مبتعد عن العمود فيجي تحت يسقط. هنا زاويه السقوط كطفاي، هنا زاويه السقوط لو تلاحظوا يا جماعه زادت، يعني زاويه السقوط هنا ازيد من هنا. فايه اللي هيحصل؟ فلما انكسر مبتعد عن العمود جه سقط هنا بزاويه سقوط زادت. فلما زاويه السقوط زادت ايه اللي هيحصل؟ هتبقى بزاويه سقوط قد زاويه الحركه. ايه اللي هيحصل؟ الشعاع الضوئي يخرج ممس. طب لو زاويه السقوط ده كانت زادت وبقت اكبر من الزاويه الحرجه، ايه اللي هيحصل للشعاع الضوئي؟ الشعاع الضوئي ده هيقوم راح في الحاله ديت مش هيتكسر، ما هو زاويه سقوط اكبر من الزاويه الحرجه زي ما اتفقنا. طب ايه اللي هيحصل للشعاع الضوئي؟ هيحصل له انعكاس كلي. فلما يحصل الشعاع الضوئي انعكاس كلي، هيقوم راح منعكس انعكاس كلي عند الشخص اللي جاي من على اول الطريق. فالشخص اللي جاي من على اول الطريق بيشوف امتداد عينه، بيشوف امتداد عينه. فلما يشوف امتداد عينه هيشوف الشعاع الضوئي ده على امتداد عينه كده لتحت. ففي الحاله دي مش هيشوف صوره النخل فوق، لا هيشوف صوره النخل بس على امتداد عينه لتحت، فيشوف صوره النخل مقلوبه. ودي ظاهره السراب الصحراوي. ويا رب نكون استفدنا من الفيديو ده، وشكرا.